إزاي ملكة فرنسا اتحولت من صاحبة العرش لسجينة في قصرها سنين طويلة حتى الموت. في أواخر القرن ال18 كانت أوروبا كلها بتتكلم عن ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا الجميلة الأنيقة اللي اتجوزت الملك لويس السادس عشر. كانت رمز للأناقة والرفاهية، لكن في نفس الوقت فرنسا كانت في حالة غليان. الناس جعانة، الأسعار نار، والضرايب على الغلابة زادت، وفي قصور الحكم الولائم والحفلات شغالة. الغضب فضل يزيد لحد ما قامت الثورة الفرنسية. الناس نزلت الشوارع والقصور اتحصرت والملوك وقعوا. في لحظة الملك لويس اتقبض عليه والملكة كمان، بس بدل ما يحطوها في سجن عادي قرروا يحبسوها في برج المعبد، مبنى قديم في باريس اتحول لسجن ملكي مخصوص ليها. ماري أنطوانيت اللي كانت عايشة في القصور بقت محبوسة في أوضة صغيرة فيها سرير حديد، حيطانها باردة، وحارس واقف على بابها 24 ساعة. ممنوع تقابل حد، لا جوزها ولا ولادها. الشهور عدت وكل يوم كانت بتضعف أكتر، صحتها بتتدهور وشعرها شاب بسرعة. من ملكة متألقة لسجينة وحيدة في زنزانة مظلمة. لكن ليه ما عدموهاش من الأول؟ السياسيين في باريس كانوا مختلفين. في ناس كانت عايزة إعدام فوري، وفي ناس شايفة إنها ورقة سياسية مهمة ممكن يتفاوضوا بيها مع ملوك أوروبا. وفي وسط الخلافات الملكة فضلت محبوسة سنة، 2، 3، لحد ما وصلت ل10 سنين في عزلة تامة. وفي الآخر القرار اتاخد، ماري أنطوانيت تتحاكم محاكمة سريعة بتهمة بالخيانة، والحكم الإعدام بالمقصلة. وفي صباح يوم مشمس اتساقت ماري أنطوانيت وسط شوارع باريس بين الناس اللي كانت زمان بتهتف باسمها، دلوقتي بقوا بيصرخوا عدالة الثورة. وبكل برود اتنفذ الحكم. وبكده انتهت قصة الملكة اللي اتحبست في قصرها 10 سنين لحد الموت. قصة بتثبت إن السلطة مهما كانت قوية ممكن تنهار في لحظة. لو حبيتوا القصة ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتركوا في القناة، واستنوني في قصص أغرب وأقوى المرة الجاية.